الكفاءة ولا الكاريزما كانت الأخ ياسين بن صالح، ولكن ما تنازلش انه ما يكونش ياسين بن صالح الا كانت انه هو سيكون ممثل الجهه في المكتب المركزي ان شاء الله. بنفذنا ونرى لانه بصراحه غادي يكون اضافه نوعيه للاخوان ديالنا الجليل الاخ الملوكي اللي كنشتغلوا معاه دائما وكنا كنلقاو راه صدر معنا مجموعه ديال البيانات وكنتواصلوا معاه بشكل دوري فيما يخص حقوق الانسان. تنتمنى صادقا انه نكون في مستوى تطلعات لا الاخوان في المكتب المركزي ولا الاخوان على مستوى جهه مراكش الاساسي، ونتفقوا جميعا باش نعاودوا نرسخوا هذا المبدا ديال حقوق الانسان والقيمه الحقوقيه داخل هذه الجهه. نتفق مع الاخ اللي قال انه خصنا يكون عندنا فروع قويه، ما نلعبوش على الكم ونلعبوا على الكيف، وهذا هو المبدا اللي كان انا منطلق منه. بغينا يكون عندنا مكاتب اقليميه قويه، ولكن كذلك الاقليه كبيره نتمنى ان يكون عندنا فيها فروع. حنا درنا هذا الشيء ديال مراكش، بدينا بالفروع، نقولوا الفرع ديال طرمنصوص هو داخل اقليم مراكش، نقولوا فرع مراكش درنا هو داخل اقليم مراكش. درنا وزاره التجاريه تاع الفرع ديال السويطه اللي هي الويدان، جماعه الويدان هي داخله فرع مراكش، باش تكون المجال الحقوقي تكون واحد الخليه النحل على مستوى الاقليم باش نتعاونوا عليها جميعا. فيما يخص المكتب الجهوي، راه الاخ رئيسها واحد المسطره لا تعتمد. الفروع اللي هي قائمه التاج راه هي التاج ديال الاخوان، هما كفروع يعطونا الاقتراحات ديالهم، الا ما غاش نعرفوا احسن منهم. انا كنعرف مثلا اسفي احسن هي ديال اسفي شكون اللي غادي نمثلها، بالنسبه للقلعه كذلك، بالنسبه للاسفي كذلك، بالنسبه لمراكش عندنا لجنه تحضيريه على مستوى المكتب الاقليمي، بالتالي راه هو فتح الله راه هو رئيس اللجنه التحضيريه. بالنسبه للحوز راه عندنا الاستاذ العلوي موليوس هو اللي كيشرف على العمليه. بالنسبه للصويره عندنا الاخ القبص، وبالنسبه للحوز العلوي فحالنا. بالنسبه للحوز عندنا سي محمد ويسعدين صحفي وتاو حقوقي وتيمارس جميع الامور ديالها. وبالنسبه للاخوان الاخرين يوافقونا في اللائحه ديالهم، وغادي نديروا واحد نتمنى الاخوان يخليو لنا القراءه الدعوات ديالهم كذا، ونديروا جروب ديال الواتساب باش تبقاو تتواصلوا فيه في هاد اليومين، وما نحطوا نوصلوا لها حتى توقفوا عليها بشكل جماعي، وتكون الانطلاقه دائما تكون المصداقيه والنزاهه الاول على اللائحه الامور. ومن تحت المكتب نحطوا فيه نحطوا الوثائق ديالنا في المكتب باش كل شيء يكون عنده الوثائق المثل القانوني باش يسحبوا ويحتفظ به. ولكن من الاخوان اللي باين يكونوا معنا في هذا المكتب تكون يرفعوا معنا التحدي. عضو المكتب المركزي ونائب الكاتب الاقليمي بزاكورة. بالنسبه للتصريح ديالي، اولا السيد الرئيس لابد تصريح كافي وشامل على التواجد ديالنا اليوم في مدينه قلعه السرانه. التواجد ديالنا كمكتب مركزي في قلعه السرانه جاء في اطار تاسيس، اولا في اطار الدوره الثامنه للمجلس الوطني، والنقطة الثانية في إطار تأسيس المكتب الجهوي لمراكش أسفي. وبالنسبة للاجتماع ديال التأسيس ديال المكتب الجهوي كان على إطار التوافق، وبأنه الفروع ديال الكتابات المحلية والإقليمية على مستوى مراكش أسفي على أنه المدخل الاساسي للعمل هو تاسيس الكتابه الجهويه. وهنا كنحييو الاخ بوطواله لانه تختار بشكل ديمقراطي وعن طريق التوافق، ونتمنوا التوفيق للاخوه على في جهه مراكش اسفي، ونتمنوا العصبه المغربيه للدفاع عن الانسان انه تخطو خطوات في المستقبل من اجل الدفاع عن القضايا المشروعه الوطنيه والمواطنات على المستوى الوطني. وشكرا. علاقتنا مكتب جهوي طبعا مع
ناخذ بعين الاعتبار التمثيليه ديال جميع الفروع اللي هي قانونيه، كمثلا التمثيليه ديال قراءة الصراغنة، ديال اسفي، ديال الصويره، ديال الفروع الاخرى. اللي هو مهم انه الفروع اللي هي قانونيه ناخذ منها جوج ديال الناس، واللجان التحضيريه يعطيونا واحد صافي. اللجان التحضيريه يعطيونا واحد، لكن الفروع اللي هي قانونيه يعطيونا جوج ديال الاخوان. ونديروا يكونوا مشاكل يكونوا في المكتب الجهوي. يمكن الى قبلتوا يمكن نفتحوا حتى على الاخوان اللي ما جاوش، نفتحوا حتى على الاخوان اللي ما جاوش. يمكن بزاف ديال الاخوان والاخوات قفلناهم، ما فاهمش غادي يكون المكتب الجهوي، ما جاوش. ومهمين يكونوا في المكتب الجهوي. انا كنقترح انه نفتحوا حتى هذا المجال للاخ الكاتب الجهوي اللي غادي يتواجد به، اللي يمكن تتفقوا عليه نتوما. وهذا الكاتب الجهوي يكون هو عارف المنطقه وعارف الناس اللي معانا في العصبه واللي يمكن يشتغلوا في المستقبل. نخليو له طوقوا له يدو باختصار. اذا متفقين على هذا الاقتراح؟ ما كاينش شي اعتراض؟ نعاود، ما كاينش شي اعتراض؟ بالاجماع تحفظ والو. اذا هو نعرف انا هو اللي كيخلع لي راه هذاك عنده واجب تحفظ، كاين واجب تحفظ. لا واجب تحفظ واخا كاع ما يطيبش، ما طابش طيبوها. اذا باش نختصروا عندنا العمليه ديال انتخاب كاتب جهوي. كاين جوج ديال الاقتراحات، نخلي لكم المجال انكم ديروا ما بغيتوا، تفرضوا فيكم تسالوا وتعطيونا نصيحتكم. او لا يمكن انا عندي مع الاخوان جلست معاهم، عندي واحد التصور ما عرفتش مزيان. مزيان. شنو هذاك التصور؟ هذاك هو التصور ديالك. هذا المشكل، خاف نقول لكم التصور وما يصدقش. تبدا تقول لي انت اللي درت هذا المؤتمر الاقليمي للعصبه المغربيه للاتفاق حقوق الانسان، او عفوا نعاود المؤتمر الجهوي لتاسيس المكتب الاقليمي الجهوي للعصبه المغربيه للاتفاق حقوق الانسان بجهه مراكش اسفي، هو مؤتمر ينعقد في سياقات تنظيميه مهمه جدا، خاصه واننا مقبلين على المؤتمر الوطني التاسع. وطبعا المؤتمر الوطني التاسع هو مؤتمر من اجل اعاده تجديد الدماء، وقبل ذلك يجب ان نجدد الدماء او نؤسس لمنصات تنظيميه جديده لمساعده المكتب المركزي او التعاون مع المكتب المركزي للاقلاع بالمنطقه من الناحيه الحقوقيه. المكتب الجهوي للعصبه في جهه مراكش اسفل ننتظر منه كمكتب مركزي، وايضا كمناضلات ومناضلين بالعصبه على مستوى الجهه وعلى المستوى الوطني ننتظر منه الكثير، خاصه وان هذه المنطقه تعج بالقضايا الحقوقيه التي من المفروض ان يدافع عنها الحقوقيات او يترافع من اجلها الحقوقيات والحقوقيين، وان يبسطوها للساحه امام المسؤولين من اجل الحل ديالها او من اجل المناقشه حولها. اذا نتمنى النجاح والتوفيق
لاخواننا في المكتب الجهوي العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان بجهه مراكش العسفي. نتمنى التوفيق والسداد للاخ الكاتب الجهوي الاستاذ محمد الطواله الذي تم انتخابه بالاجماع هذا المساء. نحن كمكتب مركزي على استعداد ورهن الاشارات لاخواننا في المكتب الجهوي من اجل التعاون ومن اجل ايضا خدمه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه وايضا الحقوق المدنيه والسياسيه للمواطنات والمواطنين بهذه الجهه. شكرا. بالاجماع الاخ السي محمد طواله هذاك مزور راه يطعموا الناس اعتبروا متضامن ذاك التوكيل. اذا الاخ السي محمد طواله كان كيقول لنا البكاري السي محمد البكاري مبروك عليك التماره. لا منين تيقول لكم مبروك عليك التماره اخي السي محمد انت اهل لها. وبالمناسبه انا من الناس اللي وركت عليه قلت له الا بغيتو داك حيت هو كان كيقول لي خصنا نديرو المكتب الجهوي لا هو لا السياسي. وانا تنقول له المكتب الجهوي خاص يكون كاتب جهوي شي حد اللي غيقد بها هذا النقاش كذا وانا والاخ ياسين وواحد مجموعه من الاخوان وركنا عليه باش انه هو يقدر يتحمل هذه المسؤوليه. انا عارف عنده مشاغل اخرى وكنعرف السي محمد لانه خويا كبرنا مجموعين كبرنا من الصغر كنا باقي البراعي الشبيبه المدرسيه وحنا كنحسبوا راسنا عائله ماشي كنعرف السي محمد ملي كيلتزم بشي حاجه كيلتزم بها كيخدم فيها بقلبه. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جهة مراكش الأساسي. كيف عشتم على أجواء اليوم ديال انعقاد المؤتمر التأسيسي للمكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي كان الهدف الأساسي والأسمى ديالو هو ترسيخ قيم حقوق الإنسان على مستوى الجهة وكذلك خلق واحد الإطار التضامن بين المكاتب الإقليمية وفروع العصبة على مستوى الجهة من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين وللمواطنين. وبالتالي اليوم كان لقاء باهرا اللي جاء بعد انعقاد دورة المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي بالمناسبة حتى هي انتخبت هياكل اللجنة التحضيرية ديال هذا المؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية السنة أو في 10 أيام الأولى من السنة المقبلة. وبالتالي هذا انخراط إيجابي ديال الجهة في فعاليات المؤتمر الوطني المقبل إن شاء الله من أجل إعادة لاعتبار المجال الحقوقي على مستوى الجهة. وتنتمنى أننا نكونوا عند حسن ظن الإخوان والأخوات اللي انتخبوا لي بإجماع ككاتبا جهويا للعصبة المغربية لجهة مراكش الأساسي. والله يجزاهم التوفيق. شكرا. المجتمع المدني في هذه العمليه وكانوا تيساعدونا وتوفروا لنا الترونسبور على العموم في هذا الشيء ديال الزلزال كعصبه مغربيه للدفاع عن حقوق الانسان حنا خلينا البصمه ديالنا. بالنسبه للمؤتمر الجهوي كانوا عندنا جوج ديال الطرق. كان الطريق العادي واللي كان الاخ عادل تيراهن عليه بشكل كبير هو اننا نديروا مكاتب اقليميه هي الاولى وتكون قانونيه ونجيو منها نديروا المكتب الجهوي. كان عندي راي اخر مع الاخوان تنقول الا مشينا تنسوا المكاتب الاقليميه وهذه راه العصبه هذه ماشي جمعيه عاديه. حنا كنعرفوا المجال الحقوقي هو صعب في الاستقطاب ديال الشرفاء والنزهاء والمدافعين الحقيقيين عن حقوق الانسان وفيه تهافت كبير على الانتهازيين والبياع والشرايه والسماسره موجودين. الا بغيتي من خداميه تكون عندك. بالتالي باش تكون عندك واحد الوقت انك تنتقي واحد ليكيب اللي تكون نقيه اولا وتكون ايموجين متجانسه مع بعضياتها وتستطيع انك تواصل معها وتستطيع انك منين تستغرق الفرع تضمن له واحد الاستمراريه ديال واحد المده من الزمان وتضمن انه يشتغل لابد انه يكون واحد المكتب جهوي
لي شابوطي هذه العمليه، وتكون دورات تكوينيه اللي يستافدوا منها من الخبراء ديالنا والاخوان اللي كيمتازوا بالتجربه والحنكه والنزاهه والكفاءه على مستوى الجهه ولما لا على مستوى الوطني باش يكونوا دورات تكوينيه. عاد ننطلقوا في صحيح طلقنا اللجان التحضيريه وخليناها مفتوحه وعطلنا التاسيس ديال الفروع حتى ينضج. ما بغيناش نديروا شي فرع وغدا يخرج لينا شي عمليه ما عياديش وتولي السمعه ديال العصبه في اللحم. وحنا تنعرفوا العصبه المغربيه وراه الانتماء ليها راه وجداني ماشي جايه. بالتالي كان هذا الاختيار هو اللي استطاع ان نقنع به السيد الرئيس عن مضض بالتشاور الطبيعي مع السي ياسين والمنسق في الجهه السياسيه. كنا تناقشوا هذه الامور وبالتالي اخترنا هذا الطريق ديال الاشتغال. هذه هي خطه الطريق اللي بدنا نشتغلوا بها على مستوى الجهه. اذا كان شي تساؤل اكيد طبعا كان شي تساؤل او لا شي